هنعمل مع بعض النهارده تورته صيامي. صدقيني كل اللي بيدوق التورته بتاعتي ما بيعرفش ان هي صيامي غير لما انا اللي بقول له. فعلا تورته حلوه جدا جدا جدا. كلنا بنحتاج نجيب في وقت من الاوقات تورته او جاتوه صيامي، يا اما مش بنلاقي، يا اما جودتها بتبقاش قد كده، يا اما ما نبقاش واثقين قوي ان هي صيامي. فبالتالي يفضل ان انت طبعا تعمليها في البيت. لو عملتيها بطريقتي اكيد اكيد ان شاء الله مش هتغيريها. نشوف بقى مقاديري والطريقه. طبعا احنا عارفين ان قناتنا قناه اكل صيامي فقط. اتمنى ان انت تشتركي فيها وشيري الفيديو، ويلا نشوف بقى عملنا ايه. انا عندي هنا في البوله 3 كوبايات من الدقيق منخولين، حطيت عليهم نص معلقه من الملح، عليهم كوبايتين من السكر الناعم، سكر عادي زي سكر التموين بس يبقى ناعم ما يكونش خشن قوي. بعد كده هنخل عليهم نص كوباية من الكاكاو، لان انا عملتها بالشوكولاتة. من الكاكاو مهم جدا في الكاكاو يكون اسباني او كاكاو نوعية نظيفة، ممكن يا اما اسباني يا اما كاكاو دريم حلو جدا. بعد كده لازم انخله لان بيبقى فيه تكتلات في الكاكاو، وعشان ما يكلكعش معايا وانا بشتغل فلازم انخل الكاكاو كويس. بحط كمان معاه معلقتين صغيرين مليانين من البيكربوناتو، مش هحط بيكنج باودر، الكربوناتو اقوى. طبعا ما عنديش مادة رفع البيض مش موجود، فهحط ايه بيكربوناتو، معلقتين صغيرين مليانين من البيكربوناتو. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض تقليبة حلوة عشان تختلط مع بعضيها، واحاول برضو التقليبة دي بتدخل هواء للايه للتورتايه او للعجينة بتاعتي. بعد كده هنعمل المكونات السائلة. عندي كوبايتين من المية المغلية، وممكن احتاج تاني، وانا فعلا احتاجت تاني هحط نص كوباية مية مغلية تانية، واحط معلقتين صغيرين مليانين من النسكافيه او معلقة كبيرة هرمية من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، وهقلبهم مع بعض. ومفروض ان انا كنت هحط خل، وهنا بصراحة انا نسيت احطها بس حطيتها مع العجينة. معلقتين كبار من الخل. حطيت فانيليا، نص معلقة من الفانيليا، وحطيت 3/4 كوباية من الزيت. هبتدي اقلب المكونات دي مع بعض، وهكتب لك ان شاء الله المكونات في صندوق الوصف. هقلب المكونات بتاعتي كويس مع بعضيها، وبعد كده اضيفها لخليط الدقيق والكاكاو. وزي ما اتفقنا في المرحلة دي هتحطي معلقتين كبار من الخل. الخل بيعتبر من محسن للكيك بتاعي. وقلب بقى كويس جدا مع بعضيه. انا هنا حسيت ان العجينة لا تقيلة، فحطيت كمان نص كوباية من المية المغلية، لان المفروض العجينة تبقى خفيفة، اخف من الاسبونش العادي زي ما احنا شايفين. بعد كده بجيب عندي هنا صاج 30 في 40، جبت صاجين، المقدار ده هعمله في صاجين، وابتدي افرشه في الصاج. ليه انا بعمله في صاج؟ لان زي ما احنا عارفين التورته الصيامي او الجاتوه الصيامي او الاسبونش الصيامي مش هينفع اقطعه نصين او اشقه نصين، لانه بيبقى مفرول، مفيش مادة البيض مش موجود، البيض اللي بيمسك لي العجينة. فبالتالي انا مش عايزة ايه اقطعه نصين او اقسم العجينة نصين، فلا انا هخليها كده ايه كأني قسمتها قبل الخبز. وزي ما احنا شايفين السوا كان جميل جدا. بسويه على 220 في رف اوسط. بعد كده هبتدي ايه اسيبها تبرد بقى، اسيب الاسبونج بتاعي يبرد، وابتدي اجهز الحشو. انا عندي هنا شوكولاته دارك اللي كنت بوريه لكم كلمه دارك. ببتدي ان انا اقطعها، مش هينفع شوكولاته بالحليب طبعا هتبقى فطاري، احنا عايزين كل مكوناتنا صيامي. قطعتها احطها في بوله هنا عشان اعمل صوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته، هو جناش خفيف اللي انا هعمله. بعد كده هحط عليه ربع كوباية من الزيت، يكون زيت نباتي كويس، سواء زيت ذرة سواء زيت عباد كله هيمشي. وهحط نص كوباية من المية المغلية، المية تكون مغلية، وهسيبهم كده دقيقتين مع بعض على اساس ايه الشوكولاتة بتاعتي اديها فرصة ان هي تسيح او تدوب. وبعد كده ابتدي ايه احرك فيها كويس قوي، وادوب الشوكولاتة مع المية المغلية مع الزيت. بدوبهم كويس قوي، ويفضل ان انت كمان تصفيهم بمصفى ضيقه، وده بيبقى شكلهم شايفه جناش بيلمع وشكله جميل قوي. بعد كده اجيب الكريم شانتيه بتاعي. طبعا في السوق كريم شانتيه صيامي، بتروحي المحل مستلزمات الحلويات تقولوا عايزه كريم شانتيه صيامي. بحط هنا نص كوبايه من السكر الناعم،
وبحط معاها كوبايه ونص من الميه، ميه ساقعه جدا، ميه تبقى مشبره، وابتدي ان انا اضربهم بالمضرب. يعني بدوب السكر نص ذوبان، مش بدوبه للاخر يعني. بعد كده هحط كوبايه من الكريم شانتيه الصيامي. الكوبايه هنا هل هتكفي؟ لا مش هتكفي، انا بس البوله كانت صغيره فعملت على قدها. المقدار ده تقريبا بتضعفيه، يعني تقريبا التورتيه دي هتاخد منك حوالي ربع كيلو من الكريم شانتيه. طب انا عايزه الونه وعايزه اخليه بني، هحط له جزء من صوص الشوكولاته اللي عملته او جناش الشوكولاته، بس بعد ما يكون برد تماما. لو انت حابه تعمليه ابيض ماشي تمام، لكن انا بصراحه ولادي بيحبوا تورته الشوكولاته، بيحبوها ايه، كلها شوكولاته. هنا حسيت اللون لا ما عطاش اللون اللي انا عايزاه، فهزود كمان حبه ايه صوص شوكولاته او جناش شوكولاته، وابتدي اضرب الايه الكريمه بتاعتي. بعد كده السبونج بتاعي بقى كان بارد تماما، شايفه طري وجميل قوي ازاي. هنا قلنا الصاج 30 في 40، فانا هاخد حوالي تلتينه، هقطع بالسكينه هاخد حوالي تلتينه. يبقى ده اول راق اللي هو التلتين، بعد كده الجزء اللي انا هقطعه من ده مع الجزء التاني هيبقى راق تاني، والراق التالت هيبقى ايه تالت قطعة. فهعملها تلات طبقات. بحط جزء من الكريمة علشان تتماسك. هنا جزء اتقطع وانا بحطه مش مشكلة، احنا اتفقنا ان هي عشان ما فيهاش بيض بتبقى هشة قوي. لو فيها بيض كان لازم اقشر الطبقة الوش دوت، كان لازم اقشره لانه بيبقى زفر، لكن انا ما قشرتوش لانه ما فيش بيض. ابتدي احط ايه، اوزع الكريم شانتيه بتاعي باي طريقه تعجبك، هتبتدي ان انت ايه توزعيه. طبعا التزيين ده دايما بيرجع لحضراتكم، لذوق حضراتكم، يمكن اكيد هيبقى ذوقكم احسن مني في التزيين، تزينيه براحتك. هنا بقى الجزء الصغير اللي انا طلعته هبتدي ايه احطه، وابتدي برضو اعمل تاني طبقه. هنا في الطبقه دي ممكن لو كان عندك مثلا شويه بندق كده مجروشين تحطيهم، بيبقى يا سلام، بتبقى حلوه قوي. البندق بيليق قوي مع الشوكولاته. ابتدي بقى ايه ان انا اساوي الطبقه اللي في النص كده، ما فاضليش غير الطبقه الاخيره. احط الايه الطبقه الاخيره، بس حطيتها على الظهر بقى زي ما احنا شايفين، الجزء اللي بيلمع حطيته تحت. ليه؟ لان ده بيبقى ناعم اكتر ومساوي اكتر. وابتدي ان انا ايه احط طبقه من الكريم شانتيه وابتدي اسويها. ممكن الطبقه دي تلاقي فيها فتافيت تورته او فتافيت من الجناش سوري من الاسبونج طلع فيها. فعشان كده انا هعمل الطبقه الاخيره على مرتين، اول مرحله دي وبعدين هدخلها التلاجة تسقع حوالي ساعة، او في الفريزر مثلا ربع ساعة ولا حاجة، وبعدين اديها طبقة كمان من الكريمة علشان تبقى ناعمة جدا وما يبقاش فيها اي فتافيت. الطبقة دي بقى بتبقى ناعمة، لان الطبقة الاولانية خدت كل لو في اي فتافيت او اي حاجة، لان زي ما اتفقنا التورته الصيامي مش متماسكة قوي، عجينتها مش متماسكة قوي، ما فيهاش بيض. فعشان كده انا عملت ايه الحشو على او التجليس الاخير ده على مرحلتين. ابتدي اسويه بعد كده بالسكرابر، وابتدي ايه اسويه، ويفضل يكون السكرابر كمان مبلول ميه في اخر وش. وبجيب بقى الجناش بتاعي وابتدي ان انا ايه اصبه على التورتايه بتاعتي، واحطه في التلاجة حوالي برضو ساعة. بعد كده انا عندي هنا ترانسفير، عملت كده كام واحدة ترانسفير. طبعا بعد ما كنت زينت الحروف، معلش الموبايل فصل وانا بعمل الروزيتات حواليها. وابتدي ان انا ايه ازين بقى التزيين زي ما اتفقنا ده باي طريقه. لو وصلتي معايا بقى لغايه هنا ما تنسيش لايك وشير لاصدقائك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يشرفني